السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حبايبي من جديد في فيديو جديد من أفكار عمل البوكيهات، بوكيه العروسة. وبإذن الله النهاردة أنا معايا المجموعة دي نص مجموعة، يعني دي كانت مجموعة وخدت نصها أهو. دي 6 وردات وهي فيها الخضرة بتاعتها دي لوحدها كده. فطبعا بظبط الخضرة دي كده لفوق بحيث ان انا اخليها طالعة من الدواير كده وطالعة من هنا كده، يعني تدينا شكل حلو كده. فطبعا دي طويلة كده، فانا هقطع منها. بيكون معايا طبعا بنسة او قصافة، اي حاجة اقطع بها. فطبعا انا بقطع من هنا كده، بساوي الاطراف من هنا، مش عايزاها طويلة قوي، بقطع منها. يعني ممكن يكون طول الفرع كده بخلي حوالي 20 سنتي بس، مش اكتر من كده. خلاص كده الطول على ما اعتقد كده حلو قوي. معايا هنا المجاميع دي مجاميع فل كده. في المجموعة 4 فروع، انا هاخد فرعين 2 بس، هقطعهم برضو من هنا، البداية بتاعتهم من هنا كده. هاخد فرعين بس. هبتدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. افرد الفرع بتاعي ده، هي الفرع فيه 4 فروع اهو. هبتدي افردهم كده على الداير بره كده، وانزلها مع دي كده، اخليها هي طالعه من فوق شويه اهي، واعمل واحد كمان قصاده اهو. عايزه ازود عن كده ازود، بس انا حابه احط فرعين 2 بس، يعني ممكن احط كمان فرع اهي. هو شكله كده. انا مش عايزه اكبر المجموعه دي، يعني ممكن اعمل غيره وازود فيه. يعني في ناس بتحب حاجات صغيره، في ناس بتحب حاجات كبيره. هو كده حلو قوي، يعني ده كده حلو. شايفين من بره اهو. ده هيبقى يعني تقريبا ابسط بوكيه، بسيط جدا وسهل خالص، مش هياخد مننا وقت خالص. معايا طبعا الخيط الخيش ده انتوا عارفينه. بفك كده. باجي من فوق من هنا كده، في البداية كده بربطها اهي، علشان بعملها عقدة اهي، علشان ده منه هغلف بيه البوكيه بقى، ومنه اهو بربطها جامد اهي. منه بغلف بيه البوكيه، ومنه بشطب بيه البوكيه على كده، بغلفه واقفله وكل حاجة يعني. اهي ببتدي الف كده، الف كده وانا نازلة لتحت كده. ده لو الفرع معايا بيكون رفيع كده ضعيف كده، وانا عايزه اتخنه بتخنه بالخيش ده. حتى لو انا هعمله بالستان، يعني لو انا عايزه احط عليه ستان دلوقتي، ستان ابيض، بغلفه الاول بالخيش كده، اتخنه وبعدين الف عليه ستان. بس هو انا دلوقتي هعمله كله خيش، هنزل بالخيش كده، وما اوصل لتحت هرجع اطلع بالخيش تاني، هكملها لتحت وهرجع لكم تاني. وصلت للنهايه هنا اهو. فبحط نقطة شمع. طبعا بحتاج مسدس، ما عنديش مسدس ممكن صابع شمع واسيحه، لان انا مش هحتاج شمع كتير، نقطة شمع بس. عايزة الزق تحت دي كويس. وارجع اطلع بالفرع تاني، بالخيش تاني اهو. بس بلزق البداية كده عشان ما تفكش. هرجع انزل تاني كده بالخيش تاني وارجع لكم. خلاص انا خلصت الخيش بتاعي. البوكيه خفيف جدا، شايفين نازل لتحت خالص، ورجعت طلعت بيه تاني لفوق. معايا هنا دي مترين خيش بتنيهم على بعض عشان اعملهم طبقتين كده.
هعمل بهم فيونكة هنا كده على على البوكيه. يعني دي اسهل حاجة ممكن اعملها. بخلي بقى الطرفين طول بعض بس كده اهو. بعملها بقى فيونكة خلاص. خلاص كده البوكيه بتاعي خلص اهو. فكرة بسيطة خالص وبوكيه بسيط ورقيق جدا وفكرة جديدة. بدل ما بعمل البيبي فلاور بره كده، ده بعمله بدل البيبي فلاور. حلوة اوي وسهلة خالص. ممكن اعمل دي كمان عقدة هنا كده عشان ميفكش. بس خلاص كده البوكيه بتاعي خلص اهو. وهنا من هنا شكله عامل ازاي. بظبط الفروع بتاعتي كده لو محتاجة تظبيط اهو. دي اسهل حاجة وكل واحد ليه ذوقه. يعني في ده ذوق وفي اذواق كتير وكل واحد بقى ايه بيختار الذوق اللي بيعجبه اهو. خلاص كده اهو. خلاص كده البوكيه خلص. يا رب يعجبكم واستنونا في افكار تانية كتير وفيديوهات تانية كتير عن تصنيع البوكيهات. وكل مرة ان شاء الله هعمل معاكم بشكل مختلف عن المرة اللي قبلها. وسلام.